حدا ناداك قدام الناس او مدحك فجأة حسيت انه قلبك هيك صار يركض بسرعة؟ على فكرة هذا الكلام مو صدفة، في علم ورا كل دقة. اذا اول مرة بتتابعني او طلع لك الفيديو تبعي، انا محمد عقيل، ما بسرد لك معلومة هيك على الماشي، هنا بورجيك الوش الثاني منها، بفتش بدور وببحبش وبالاخر بعطيك اللورباك. لما تنحرج او تخجل الدماغ بيفكر انك بموقف مكشوف، حتى لو ما في خطر فعلي الجسم بيتصرف كأنه لازم يتهيأ لهجوم او هروب، وبيشتغل جهازك العصبي واللا ارادي، وتحديدا الجهاز السمبثاوي يلي بيرفع ضربات القلب وبيوسع حدقة العين وبيسرع التنفس. طيب ليش؟ لانه الدماغ مفكر انه بدك طاقة اضافية لتواجه الوضع، مع انه كل القصة كلمة مدح او نظرة مفاجئة. النتيجة قلبك بيدق بسرعة، وشك بيحمر بسبب توسع الاوعية الدموية، وكل جسمك بيصير باقصى حالة استنفار. والغريب انه هذا التفاعل فيزيولوجي، يعني بيصير بسبب عاطفي او اجتماعي. يعني خجل بسيط بيفعل نفس المسارات العصبية يلي بتشتغل وقت الخوف الحقيقي. يعني من الاخر على بساط احمدي، الدماغ ما بيميز بين موقف محرج وموقف خطير، بس القلب بيجاوب فورا. كالعادة اذا عجبتك الحلقة لا تنساني من اللايك والكومنت والمشاركة. سلام صديقي.